يقول السائل: ما حكم الشرع في الرقص الذي يفعله الصوفية؟ مسلم لازم يصلي عشان ما في يولي، مسلم لازم يصلي عشان ما في يولي، ويقصد هنا بالرقص التمايل والاهتزاز في الذكر، وليس الرقص الذي يعرفه الناس مع الذين يرقصون في الأفراح أو يرقصون مع الهستيريا ومع السكر ومع العربدة، لا، وإنما المراد بالرقص هنا الاهتزاز والحركة في الذكر. وقد نقل الشيخ إبراهيم بن عبد الله القلانسي أن الإمام أحمد رضي الله عنه قال عن الصوفية: لا أعلم أقواما أفضل منهم، قيل إنهم يستمعون ويتواجدون، يعني يسمعون الإنشاد والمديح ويتواجدون، يعني ترى الواحد منهم يطرب ويهتز حينما يسمع الإنشاد والسماع. قال: ادعوهم يفرحوا مع الله تعالى ساعة، ادعوهم يفرحوا مع الله تعالى ساعة. ولذا قال: والرقص ليس بحرام، إنما الرقص الحرام رقص الذي يشبه رقص النساء ورقص المخنسين. لكن الاهتزاز والتحرك في الذكر كل هذا داخل في وصف القرآن أهل الذكر بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. واستدل الصوفية على جواز الاهتزاز في الذكر والحركة فيه والتمايل بما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سيدة عائشة في رقص الحبشة في مسجده صلى الله عليه وسلم، قد كانوا يزفنون ويذكرون الشعر وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وده ورد فيه حاجات كتير، سواء حديث سيدنا جعفر بن ابي طالب عندما حجل فزار النبي صلى الله عليه وسلم او غيره، المهم يعني تحرك وعمل حركه كده فيها كأن فيها اهتزاز سيدنا جعفر بن ابي طالب، وغيرها من العلماء والائمه المؤصلين لهذا الامر. المهم لا يخرجك عن كونك انسانا، لان اهتزاز الذاكر هذا شيء في الفطره، وكما قال شيخنا الامام جعفر رضي الله عنه قال: تهتز روح لمن في ذكره مدد يهدي اليه تجيب الروح والجسد، حتى انك ترى الطفل حينما يقرا القران تراه يهتز عند القراءه. فلو واحد سمع حاجة كده بيت شعر حلو تقول: يا سلام يا سلام يا سلام، فإذا سكن وسكت سكن جسده ولم يتحرك. هذا الاهتزاز أمر طبيعي في الإنسان حينما يقرأ قرآنا أو يذكر الله تعالى، يهتز برأسه، يهتز بجسمه، يهتز وهو واقف. الواحد لما بيكون قاعد في مقرأه وبيسمع قرآن واحد صوته حلو كده، فتلاقي نفسك بتتهز معاه كده، الهزة دي فيها حاجة، وعلماء النفس يقول لك ده ممكن دي بتحرك أشياء، ممكن بيجدد طاقة، ممكن حاجات كتيرة ما تعرفش. فالاهتزاز في حالة الذكر جائز، بل قد يكون مستحبا، ولأنه لم يرد نهي عنه، وهناك فتاوى كثيرة للفقهاء وغيرهم في هذا. حتى الشيخ ابن تيمية في مدارج السالكين وفي الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ذكر هذا التواجد وهذه الحركة، وقال: هذا شيء طبيعي ولا شيء فيه. لا ده من عندنا كده جدعانة، جدعانة في الدين.